سجلي عندك هاد القريشلات لرمضان اللي كيجيو مفشفشين وناجحين 100% من اول تجربه. قريشلات اقتصاديين بلا حليب وبلا زبده. اودي الله يعطيني الصحه وخلاص. سجلي عندك الوصفه وتابعي معايا المقادير. بزلافه نديروا الخميره المعجونه مع 4 كاس ديال الماء ونخليهم حتى يتفاعلوا. ناخذ 500 غرام ديال الدقيق د الحلويات ديال كنز اللي كيعطيني العبارات مضبوطين ديال كاع الوصفات. نزيدوا عليه سكر سنيده مع سكر ديال زهره البرتقال، المسكه الحره مطحونه مع الجنجلان وحبه حلاوه والنافع. نزيدوا قبيصه الملحه مع بيض بيضه كامله وزيت المائده. نزيدوا الخميره من بعد ما تفاعلات. نخدموا العجينه ديالنا وحنا كنزيدوا الماء تدريجيا حتى نحصلوا على عجينه تكون رطبه ومجموعه. نغطيو عليها ونخليوها تخمر. راه التخمار مهم بزاف في نجاح الوصفه ديالنا. من بعد ما تضاعف الحجم ديالها نقطعوا العجينه ديالنا طريفات. انا درت في كل طريف 75 غرام باش عطوني قريشلات مويان. من بعد ما شكلنا كويرات على هذا الشكل نديروهم في صينيه الفرن، نقرصوهم مزيان على هذا الشكل، نغطيو عليهم ونخليوهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. من بعد غندهنوهم بصفر د البيض ونزيدوا عليهم شويه د الجنجلان من الفوق ونعطيوهم ربع ساعه في الفران يكون سخون على 170 حتى ل 180 درجه ونقدموهم مع شي براد تاي بالصحه والراحه.